اسمع لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. آخر سؤال هتكسب معانا على طول إن شاء الله بإذن الله. كم عدد الأديان السماوية؟ الأديان السماوية الزبور والتوراة، تمام، والإنجيل، تمام، والإسلام. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. ثانية واحدة مصطفى، إجابة خاطئة. إيه اللي خاطئ؟ إنما هو يا دين عمي واحد. اصبر، هو كسب. إنما هو دين واحد. دين واحد ايه؟ انت دين قال لك الاربعه: الزبور والانجيل والتوراه والقران. ايه اللي ايه؟ أقول لحضرتك: إنما هو دين واحد، المنزل من عند الله دين واحد. لا انا عايز اثبات على الكلام ده، معلش. عشان ايه؟ انت عندك كام سنه قبل اي حاجه؟ 13 سنة. 13 سنه. يعني انت الوحيد اللي بيتعارض ودين واحد. ما انا عايز بعد اذنك اثبات، لان دي مسابقه والناس يعني هتسمع الكلام ده، فيعني عشان ما نضللش الناس معلش. اسمع لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فإنما هو دين واحد، فما نزل على نبي الله موسى ونبي الله عيسى ونبي الله إبراهيم فهذه شرائع وليست أديان. فنبي الله موسى دينه الإسلام وشريعته التوراة، ونبي الله عيسى دينه الإسلام وشريعته الإنجيل، ونبي الله إبراهيم دينه الإسلام وشريعته الحنيفية. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فدينه الإسلام وشريعته الإسلام، وهنا اتحد الدين مع الشريعة. الله أكبر. لا انت ايه ده؟ انت 13 سنة؟ ايوه. الله اكبر. لا بعد اذنك كده امسك كده. امسك بس انت، امسك انت اللي كسبت. جاوبت ايه؟ الله اكبر. إنما هو دين واحد. يعني انا وكما تعلمت من فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان أن الدين عند الله الإسلام. قال الله حكاية عن نبيه نوح لما قال: وأمرت أن أكون من المسلمين. نبي الله إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نبي الله يعقوب: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نبي الله يوسف: أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نبي الله سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نبي الله موسى: قال الله حكاية عنه لما قال لقومه: إن